السلام عليكم مشاهدينا الكرام. أهلا ومرحبا بكم معنا في قناة طريق الثراء. موضوع حلقة اليوم غنتكلم على علم الطاقة. سأحاول الإجابة على هذه الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع. فما هي الطاقة؟ ما هو علم الطاقة؟ ما هي المادة؟ ما هي أنواع الطاقة والذبذبات؟ من أين نأخذ الطاقة؟ ما هي أنواع الطاقة؟ ما هي ألوان الطاقة؟ كيف يتلقى الإنسان طاقته من العالم الخارجي؟ كل هذه التساؤلات سنجيب عنها بالتفصيل في هذه الحلقة. تابعونا إلى نهاية الفيديو. حسنا مشاهدينا الكرام، الطاقة هي كل شيء موجود في الكون، وتأخذ أشكالا مختلفة، منها طاقة شمسية وكيميائية وكهربائية وحركية، وتقوم بعمل معين، وتكون لها القدرة على إنتاج نشاط ما. أما الطاقة المعنوية أو الحسية وهي الأهم والأكثر إفادة للإنسان، والمقصود بها الطاقة الكونية، هي طاقة تؤثر على الإنسان والكون، فتكون لدى جميع الكائنات، وهي مصدر للقوة الدافعة للنفس والعقل، وهي ما انتشر حديثا باسم علم الطاقة. وسيتم تقديم أهم المعلومات التي توضح ما هو علم الطاقة. ما هو علم الطاقة؟ هي الطاقة المجهولة والداخلية، وهي القوة المؤثرة والمحركة للكون والبشر، فهي تسري داخل جسم الإنسان وخارجه، وتكون حول الأجسام مثل الهالة التي تحيط به، وهي دائمة التطور، فتدعم وتقوي الجسم. وهذه الطاقة لا يمكن تدميرها، فهي قابلة للتغيير. وهذا المفهوم استخدمته الكثير من الحضارات قديما وعلى مر الأزمان، واختلفت تسميته من حضارة إلى أخرى. وبالعودة إلى أصولها الشرقية، فهي الديانات الهندية والصينية. وبالعودة إلى أصولها الشرقية في الديانات الهندية والصينية واليابانية، فيطلق عليها العديد من الأسماء مثل التشي والبرانا والريكي. وكان الهدف من هذا العلم على مر الأزمان الوصول إلى التوازن النفسي والروحي، وهو يتوافق مع كل الأديان. فما هي الطاقة؟ الطاقة هي القوة المحركة والفاعلة والمؤثرة في المادة والكون كله مكون من الطاقة. فما هي المادة؟ المادة هي أي شيء له أثر، سواء أدركناه بوعي أو لم ندركه، وكل شيء يقع تحت دائرة الإدراك بالحواس الخمس أو غيرها، مثل المشاعر والأخلاق إلى آخره. لكل شيء موجات، الفرق بينهم هو التردد والسرعة فقط. الطاقة لا تنفى ولا تستحدث، وكل مادة طاقة خاصة بها. فطاقة الإنسان تختلف عن طاقة الحيوان وعن طاقة الجماد وغيرها. حتى الإنسان تختلف طاقة عن إنسان آخر. الإنسان لديه 4 أنواع من الطاقة أو الذبذبات. الذبذبات الإيجابية المرتفعة، وتكون في حالة الفرح والسعادة والبهجة. ثانيا، الذبذبات السلبية المنخفضة، وتكون في حالة الحزن والهموم والمرض. ثالثا، الذبذبات الإيجابية المنخفضة،
وتكون في حالة الخشوع والصلاة والتأمل. رابعا، الذبذبات السلبية المرتفعة، وتكون في حالة الصراخ والعصبية. من أين نأخذ الطاقة؟ مصادر الطاقة: الله، الكون، الذات، الآخرون. فما هي أنواع الطاقة؟ طاقة الجسد، العامل المنفذ. طاقة النفس، المتأثر والمؤثر. طاقة المباشرة. طاقة العقل، القائد المنظم. طاقة الروح، طاقة العميقة. طاقة الكون، مصدر الطاقة. وتختلف أنواع الطاقات باختلاف المادة التي تحركها. فما هي ألوان الطاقة؟ هي ألوان الطيف السبعة: الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، البني، والبنفسجي. كل هذه الألوان تؤثر على الجسد والعقل والنفس والروح، وتدل أيضا على شخصية الإنسان. والأطفال أكثر حساسية للألوان من البالغين. كيف يتلقى الإنسان طاقته من العالم الخارجي؟ عن طريق السبع الشاكرات. تقوم بأخذ الطاقة الخارجية أو الداخلية وتوزعها في جسم الإنسان. ولكل شاكرة لون معين يمد الإنسان بنوع معين من أنواع الطاقة. ما يدخل أجسامنا نسميه أشعة، وما يخرج منها تسمى هالة. الشاكرات لكل منها دبدبة خاصة لاستقطاب الطاقة إلى داخل الجسد، وهي على شكل دوامة أو عجلات. حسنا مشاهدينا الكرام، نتمنى ينالكم إعجاب موضوع حلقة اليوم. لا تبخلوا علينا بدعم القناة بالإعجاب والاشتراك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. والسلام عليكم.